سلام عليكم. يا معودين شكل صاير؟ يا اخي انا ما اصلي هواي من بديت اصلي، ويوم اصلي و10 ما اصلي، ومن اريد اصلي اقول ها فد شويه بس اخلص هاي اللي بيدي، الى ان يصير وقت الصلاه الثانيه وينكسر راسي. يا اخي والله الشيطان ما تلعبها لنفسي، ما تقول لي شي يريد من عندنا الخاطر الله. زين انت عندك علم هذا الشيطان شلون دا يخليك تسوي هيك؟ يا بشون ما تفهمني؟ انا اقول لك، شوف اكو 7 طرق يتبعها وياك الشيطان حتى يخليك بعيد عن دينك قدر المستطاع. تخيل اول ما يبدو وياك يقول لك اكفر بوجود رب العالمين، ويبدي يبرر لك والطبيعه خلقتنا واحنا انخلقنا بالصدفه من يشوفك قوي ومؤمن بوجود رب العالمين انه هو اللي خلقنا راح يبدي يحاول وياك الوسيله الثانيه. اشرك يبدي يوديك على الشبهات ويحاول يخلط الامور براسك ويخليك تظن انه اكو شخص ينفع ويضر مع رب العالمين، ويبدي يشكك بيك ويخليك تشرك برب العالمين من غير ما تشعر. واذا كنت قوي وما مصدق بحكي حيحول وياك على النقطه الثالثه، اعمل كبائر، يحاول يخليك تشرب، تصادق اصدقاء السوء بحجه ماكو غيرهم ويجروك للكبائر غصبا عليك، يخليك تظن انه امك وابوك يكرهوك، فيبدي يخليك عاقل ابوك وامك. بس اذا شافك عبرت كل هاي النقاط وما استسلمت له راح يحول وياك على الرابعه، اعمل صغائر، وهاي من اسهل الطرق اللي هواي من عندنا يوقع بيها. ابسط شيء شوف ذيك البنيه ضايج من صاحبك اغلط عليه بالشقه، لو احكي عليه بظهره وشيل غيبته، قص فلان، يعني قدر المستطاع يخليك تسوي كومه شغلات وانت ما تدري بنفسك. صحيح هي صغائر بس من تتجمع تصير جبل. قدرت تقاوم نفسك وتسيطر على روحك وعبالك ها هي خلصت، شوف ايش راح يسوي. ضيع وقتك، يبدي يضيع وقتك بحيث صلاتك يأجلها، المساعدة يقول لك ها والله ما بيها حيل خليها على غير يوم، يعطلك عن دراستك، يلا على باكر اقرا امتحاني قابل حيطير، ويضيع وقتك ايش قد ما يقدر. بس اذا شافك منتظم ومنظم امورك وحتى بهاي ما راح يقدر لك، بهاي الحالة حيكون شبه يائس منك، بس هم ما راح يعوفك. شوف الوسيلة السادسة، اعمل صغائر الحسنات. يعني تخيل من يشوفك مصر على الحسنات يبدي يدليك بالعمل اللي يجيب لك حسنات قليلة ويبعدك عن التصدق على الفقراء مثلا. تخيل يبدي يمنعك انه تذكر اصدقائك بالصلاة، ايش قد ما يقدر يحاول يبعدك عن العمل اللي يجيب لك حسنات هواية. اذا شافك مصر على الاعمال اللي يجيب لك حسنات هواية، شوف الوسيلة السابعة، يمنعك من النصيحة. تخيل من يشوفك عندك هيك اصرار قوي على فعل الحسنات، حاول قدر المستطاع يخلي حسناتك بس الك، بحيث يمنعك انه تفيد غيرك حتى ما ينتشر الاسلام. اوكي سوي حسنات بس لا تفيد غيرك، ويبدي يمنعك انه تنبه اصدقائك ويخليك منشغل بنفسك، اهم شيء ما تفيد غيرك. كل هذا اللي يسوي تريد تقدر له وعنده بعد صدق اذا عنده هيك قدره شو راح نقدر له؟ ثق بالله الشيطان اضعف منا ماكو، والله لا تضحك عليه. الله تعالى يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، تعامل وياه مثل ما يتعامل وياك، مثل ما هو مخليك انت عدو إله انت خليه عدو إلك. اكيد بعدك تظن انه الشيطان اقوى من هذا الشيء، والشيطان مو ضعيف، بس اسمع رب العالمين شو يقول بهاي الايه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو وأتمنى تكون استفادت من عنده، وآسف إذا جاوزت عليك بشيء. السلام عليكم.